لا فامي، واش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا في صحة جميلة وفي صحة جيدة. والسلام عليكم ومرحبا بيا عاوتاني عندكم في جزء جديد من قصتنا. شي لايك، شي كومنتير، وبارطاجيو الصفحة مع جيرانكم. وشكرا لجميع الناس اللي كيدعموني، وتحية لجميع الإخوان، وكنرحب بالناس الجداد. ودابا نمشيو للخطوات ديالنا. قبل ما نمشيو للخطوات ديالنا، هبطوا كتبوا شي كومنتير لصاحبة الصوت الحنين، ولا باش ترجع خلاص. حنا توحشناها جميع، ما توحشوش نتوما؟ يلا، اللي توحش يهبط يحط لنا كومنتير في لتحت. نمشيو للخطوات ديالنا. خويا ولا اختي، سير لبيتك، سير لبلاصتك، طفي الضو، دير لايك وكتب كومنتير، ونجيو لأهم خطوة اللي هي خمد عينيك. من بعد ما ميسام عرفتني انني عارف، بغات تعنقني وقالت لي يا ولد خويا، قلت لها عفاك مدام ميسام، ما تحرجينيش معاك. ما بغيتش شي واحد تعرف هاد الاخبار اللي عرفتي، وحتى شي واحد ما تقوليها ليه. وانا راه ماشي هدفي في الاول انني نتقرب منكم على ود شي حاجه، فقط ميسام كانت عزيزه عليا وكنت كنحتارمها، حكاش كانت محتارمه راسها، ونتمنى تحترمي القرار ديالي، ونتمنى ما تقوليها هاد الهضره لتا شي واحد. قالت لي علاش يا ولدي؟ تراك ولد خويا. قلت لها انا ولد زينب وبس. مني كانت الوالده كتعذب فيك انت نتوما. قالت لي والله ولدي درت كل ما في جهدي، وهضرت مع الوالده تاع عييت، ولكن ما بغاوش يسمعوا ليا، وخلاو امك تدوز داك الحبس كامل. قلت لها عرفت شنو هي نتزاد في الحبس؟ مش عارف شنو هو الشعور ديالي انني بسبب الاب ديالي مزود في الحبس ولا لا. قالت لي انا فاهمك ولدي، وانا حاسه بيك، وما يمكنش نعوضوك. في ديك اللقطه وهي تدخل مدام راضيه، قالت لنا ولدي زياد لاباس عليك بخير. شافت الوالده وهي تصدم، قالت لها زينب؟ قالت لها باش عرفتي سميتي لالا؟ قالت لها ما يكونش يخفى عليا وجهك بنتي، انت راكي كبرتي معانا. قلت لها لا 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 راكي غالطه. يتنقز راديو، قالت الميسام ماشي بحال زين بالبنت اللي كان طرالنا معاها المشكل. قالت لها لا لا ماما، هذا مختلفه، واصلا انا كنعرف زياد وكنعرف لاله زينب مو. قالت لي هكاك. قالت لي سمحي لي اختي، غير شبهتي يا بنتي لواحد السيده كانت خدامه عندنا. قالت لي ماشي مشكله الشريفه. في ديك اللحظه وهي تنوض الوالده قالت لي ولدي زياد نقدروا نتحركوا دابا؟ قلت لها يلا الوالده. قبل ما نخرجوا هي تجاتنا سوسن وخوله وسلموا لنا، تحركنا ومشينا للدار. الطريق كامله وانا والوالده كنبكيو بجوج، معانقين وكنبكيو. قالت لي يا ولدي ما يبقاش فيك الحال، انت راجل. قلت لها انا راجل، ولكن غير شفت وانا نتفكر كاع داكشي اللي داروا فيك، وتفكرت كاع المعاناة اللي دوزتيهم وانتي في الحبس. قالت لي فترة ودازت ولدي صافي. قلت لها كيفاش غنبقى نشوف دابا الخولة في وجهها هي وسوسن؟ قالت لي من الاحسن ولي تبقى تتعامل معاهم بطريقة عادية، حيت البنات مساكنات ما داروا حتى شي حاجة. وحتى مدام ميسام من ديما كنت عزيزة عندها، أنا متيقاها أنها دافعت عليا، حيت هي قلبها كبير وما عمرها ما ظلمت شي واحد. قلت لها واخا هكاك،
هي بنتهم، وهي كانت شاهدة على داك الشي، فبإمكانها تقول أنها خوها في دوك الفعايل. قالت لي ماشي مشكلة ولدي، كل واحد يحاسب الله على قد نيته. قلت لها ونعم بالله. رجعنا بالدار ودخلنا. ديك الليلة نعسنا بلا عشاء، ما كانش عندنا خاطر. الصباح فقت واحد اخر، فقتو مقرر انني نهتم غير بقرايتي ونهتم براسي، ما كيهمني حتى شي واحد اخر من غيري ومن غير مهمتي اللي خصني نحقق ليها حلمها. مشيت وصلت ودخلت للقسم. كنت قالب لا على سوسن لا على خولة، ما كنهضرش معاهم. دوزت يومين وانا هكاك. النهار الثالث وهي توقف عليا خولة، قالت لي زياد شنو درناك اخويا؟ واش سمعتي شي كلمة اللي ما عجباتكش؟ قلت لها لا اختي خولة، غير ما راشقاش ليا وصافي. داكشي علاش كل واحد يشد تيقارو من الاحسن. قالت لي وي من حقك سوري. قلت لها نو بروبليم. مشات ورجعت عند سوسن وعند البنات. واحد شويه وي بعت معايا عادل، قال لي مالك عشيري؟ كتبان ليا مغير وماشي هو هذاك. قلت ليه والو اخويا، غير وقته وصافي. قال لي المهم اي حاجه احتاجيتيها انا اخوك. قلت له الله يحفظك يا اخي عادل، وتتا اي حاجه احتاجيتيها مرحبا. مشاو دخلنا للسبور، بدينا كنديرو السبور. واحد لقيتها وهي تزلق خولة وكانت غطيح، وانا تعرضت ليها وانا نشدها. قلت لها بشويه لك اختي. قالت لي دير سوق راسك شويه. قلت لها اسمحي لي. تحركت ورجعت للدار، وبداو ايامي كيدوزو هكاك. واحد النهار وي صون عليا حسام، قال لي ولدي زياد بغيت نتلاقى معاك ضروري. قلت لي علاش؟ قال لي تنتلاقى معاك ونقول لك. قلت لي اوكي واخا. درت انا وياه فواحد القهيوه، طاحيه في راسي اكما ديك ميسام عاودت لي كلشي. مشيت وانا مستعد انني نقرب على معاه. وصلنا وريحنا ودوموندا اش بغيت ودوموندا اش بغا. قال لي عيط لك هنا ولدي على قبل واحد الطلب. قلت ليه خلعتينا السي حسام. قال لي بلا هاد السي، يقول لي حسام نيشان يقول لي عمي. قلت له واخا حسام. قلت لي شنو؟ قال لي كاينه واحد الحفله ديال واحد الدري كان عامي ديال البنات فاش كانوا باقيين في ليكول بريفي، ودابا كاين لانيفيرسير ديالهم وانا ما مساليش باش نمشي معاهم. بغيتك الله يرضي عليك ولدي انت تمشي معاهم ترد ليهم بال. قلت ليه انت؟ قال لي من هنا ل5 ايام، ولا ما كنتيش راه ما غاديش نخليهم يمشيو. قلت ليه من هنا اليومين رد عليك. قال لي اوكي صافي واخا. مشيت للدار والغد مشيت للمدرسه، حتى وقفت عليا سوسن وخوله. قالوا لي عارفه كيما وافق على داكشي اللي قال لك بابا. قلت لها اختي خوله، انا عندي خدمه ديالتي، ماشي غير قابلكم غير نتوما. قالوا لي من حقك، ولكن نتمنى انك توافق. مشاو كيبان لي علامات الحزن على وجههم. ومني دورتها في بالي البنات مساكنات ما داروا لي والو. مني صارت الحصه مشيت وقفت عليهم قلت لهم بنات ما تقلقوش مني وما تديوش عليا، راني غير مقلق شويه. وبالنسبه لذاك الموضوع انا نهضر معاه قدامكم وانا موافق. داكشي اللي كان. طونيت عليه قلت ليه الو حسام جايه فينا ولدي؟ قلت لاباس بخير. قلت ليه صافي الحمد لله. قلت ليه المهم راني مني فكرت وشفت انه ما عندي والو، قررت انني غادي نمشي مع البنات. يا شكرا لك ولدي بزاف، هنيتيني من هاد المسؤوليه. ما كنتش عارف شكون اللي غادي يمشي معاهم، ولا بقيت ترفضت ليهم راه غادي يتقلقوا، وانت عارف المشاكل اللي كندوز منهم، ما بغيتهمش يتقلقوا ولا تخصم شي حاجه. شكرا لك بزاف.
قلت لي هاني يا اخي حسام، مرحبا. سوسن وخولة بحال خواتاتي الصغارات. قال لي يا الله يحفظك ولدي. قطعت عليه وهما فرحانات. قالوا لي شكرا لك بزاف زياد، ما عمرنا ننساو خيرك. قالوا لي ودابا غتسمع هضرتنا وغتمشيو معانا. قلت لهم فين؟ قالوا لي غير يلا. داكشي اللي كان خرجنا ومشينا. جيت المول، دخلوني لشي بوتيكات وبداو كيقيسوا عليا شي حوايج. في الاخير اختاروا لي واحد الكوستيم اللي طلعت فيه ناضي. قلت لهم علاش هادشي؟ قالوا لي وريك غادي معنا، راه خصك تكون متيتز، بالاخص غادي مع سوسن. صحابني ما كنشوفش الشوفات اللي كدير فيها زياد. قلت لها لا خوله، سوسن بحال اختي. قالت لي اش من اختك ولا بنت عمتك ولا بنت خالتك؟ شفت فيها وخرجت عينيا. قلت لها ما كذبتيش، سوسن راه بنت عمتي. قالت لي اشنو قلتي؟ قلت لها ولكن ما يمكنش تخسروا الفلوس كاملين على هذا الشيء. قالت لي انت ما شغلكش، انا غادي نهضر مع بابا وهذا اعتبره كادو ديالنا. داكشي اللي كان. خديت الكوستيم ومشيت للدار، قلتها للوالده وفرحات. قالت لي هكاك نبغيك ولدي، البنات ما داروا لك حتى شي حاجه وهما ما ليهم حتى شي ذنب. سير وبدل الجو وياك تقلق. داكشي اللي كان. في داك النهار كان بالسبت، قرينا في الصباح وفي العشيه كانت الحفله في الليل. كانت واحد الحفله غتكون في واحد الفيلا اللي كاينه جيت كاليفورنيا. سالينا قرايه وفي العشيه مشيت تحركت للدار. وبحكم ان اخوكم كان كبير واخا هكاك خديت المسؤوليه انني ناخذ طوموبيل واخا مازال ما عنديش بيرمي. مشيت دخلت عندهم، ضربت واحد التدويشه وضربت اللبسه. خرجت عندهم خالتي ميسام هي تبدا تزارت. قالت لي تبارك الله جيتي بحال شي عريس. قلت لها شكرا لك يا خالتي ميسام بزاف. قالت لي الله يبارك فيك يا ولي. سلمت على خالتي راديو، وقبل ما نكمل سلامي ويخرج البنات اللي جاو زوينات بزاف. ما عرفت علاش غرت عليهم، وبالاخص خوله ما بغيتش تلبس داك اللباس اللي كان معيق. وانا قلت لها خوله شاد اللباس المعيق، وهي تبدا خالتي ميسام كتضحك. قالت لي اشنو عاوتاني الحكام هذا؟ قلت لها لا خالتي ميسام غير اللباس بان ليا معيق يتنقز. خوله قالت لي واش ما جاش معايا؟ قلت لها لا جاك زوين. نقزت سوسن قالت لي ولا ما كاين اللي يعبرني؟ قلت لها لا حاشا سوسن، جيتي كتحمقي. يلا نتحركوا. ركبنا في الطوموبيل وحنا نتحركوا. ديك خوله الشيطان بقات على ميسام حتى ركبتها حدايا. وصلنا وحنا ننزلوا داخلين، البنات شادين فيا، وحده من اليسار وحده من اليسار من اليمين. بداو كيعرفوني على دوك الناس وبداو كيقدموني ليهم. كاينين ولاد شكون وشكون، وكان تماك التيتيزا مشير، ولكن خوكم بدون مشاعر. عنديش الكبدة تجاه الجنس اللطيف. مشيت لواحد الطبلة بعيدة وانا نجلس وحدي. خديت واحد كاس العصير وبقيت كنشرب فيه. واحد شويه هي تجي حد اختنا هي تجلس حدايا. قالت لي السلام لاباس، انا مريم وانت؟ قلت لي القبة، خصك شي حاجه اختي؟ قالت لي نو بغيت غير نتعرف عليك. ما حسيت بسوسن منين خرجت معايا. قالت لي مريم لاباس بخير هانيه؟ وهي سوسن يدير لي واحد السلام اللي في شكال كانه بيني وبينه شي حاجه. وكيبان لي ان اختنا جاتها الغيره. ديك مريم فهمت راسها وهي تنوض. قالت لي عجبك الحال؟ شفتك مجمع مع البنات. قلت لها سوسن مالك شنو قضيتك؟ قالت لي لا والو، غير زعما حتى جيتي معانا خصك تبقى جالس معنا. قلت لها اجي فين خليتي خوله؟ قلت لي خليتها لداخل مع شي اصدقاء ديالها ومع الولد اللي كتبغي. قلت لها كتبغيه؟
شكون هو خونا؟ قلت لي مالك، واش كتعجبك خولة؟ قلت لها لا. قلت لها ديك راه بحال اختي. قالت لي ماما راه خليتهم لداخل. مشيت دخلت ولقيتها هي وهي كيشطحوا. مشيت وانا نجرها منه. قال لي شكون انت؟ وشكون اللي تجر مني صاحبتي؟ قلت لي انت شغلك؟ نقزت هي قالت لي لا هذا زياد بحال خويا الكبير وبابا موصيه علينا. قال لي خويا زياد مرحبا بك خويا، ما تخافش خوله راه عندي عزيزه وغاليه وكنبغيها وناوي مع المعقول، عندك تقول لبوها شي حاجه. قلت ليه وياك تحاول تفلى عليها، ولك الساحه القبه اللي غتشوف قدامك ماشي زياد. قال لي القبه؟ قلت لي واه. قال لي واخا خويا القبه ما تخافش. مشيت وريحت وكيف ما ديما مريحه وحدي، وفي ما ندور كنلقى سوسن حاضياني. قلت ليها سوسن مالك غير حاضياني، واش كاينه شي حاجه؟ قالت لي واش انت بعقلك ولا مالك؟ قلت ليها علاش كيفاش؟ قلت لي واش ما بغيتيش تفهم انك كتعجبني، انه وليت كنبغيك؟ قلت ليها اختي سوسن بلا ما نجرح مشاعرك، انا صعيب نكون مع شي بنت حيت مشاعري ميتين وانتي عندي عزيزة. قبل ما نكمل هضرتها صرفقاتني ومشات تبكي. تبعتها وحاولت نهدئها. قلت لها انتي ماشي خايبة، انتي ألف واحد يتمناك، ولكن انا اللي ما عنديش مشاعر وانا اللي ما عنديش قلب. بقيت هادر معها وغفلنا على خولة. واحد شويه وحنا تفكروا خولة ودخلنا لداخل. قالت لي فينا هي؟ بدينا نقلبوا عليها قالوا لنا راها طلعت الفوق وهي ماشي في الوعي ديالها. طلعت وانا مخلوع حاس بشي حاجه غطرى لختي. دخلت نقلب في البيوت كامله حتى لقيت واحد البيت اللي مسدود. رحت وانا ندخل لقيت خونا بغيت عد عليها، بديت كنضرب فيه وكاع ما وقفت حتى شدوني ويقول لي شكون انت باش من صفه كتدخل بيني وبين صاحبتي؟ قلت لي هذيك راه اختي الصغيره، ويحط على شي واحد صبعو نقتلو. قال لي اختك الصغيره غير بحال اختك الصغيره وانت غير خدام وممسك عليها السي حسام. قلت لي لا خوله اختي الصغيره باش مفاهمين، وحسام هو الاب ديالي. كلشي سمع ديك الهضره وصدم. هزيت خوله بين دراعي اللي كانت فاقده الوعي وهبطتها وحطيتها في الطونوبيل. سوسن تابعاني وما فاهمه والو، بغات تسولني وما قادراش. قررت انني ما غاديش نديهم للدار. صونيت لحسام وقلت ليه هاد الليله البنات راه غيباتوا عندي في الدار حيت الوالده شحال من خطره تقول لي جيبهم معاك، واليوم قررت انني نديهم. قال لي صافي واخا ماشي مشكل. ديتهم وانا ندخلها وانا حطيتها حيت اختنا كانت شاربه شي حاجه. دقيت الباب شافتها الوالده بين يديها وقالت لي مالاش طاري ليها؟ قلت لها ما تشربها واحد الكلب. دخلناها وحطيناها في البيت. خرجت وانا نريح. سوسن قالت لي بغيت نفهم ديك الهضره اللي قلتي. قلت لها الهضره اللي قلتها سوسن صحيحه، انتي بنت عمتي وحسام هو الوالد ديالي، خوله هي اختي. قالت لي داكشي علاش هو تقربتي منها؟ قلت لها يلا عرفت الخبر مؤخرا. قلت لها قالتي نهار جيتي انتي وماماك لهنا فاش تفرجوا في الكومبا ديالي ضد ايوب؟ قلت لي قلت لها تماك الوالده شكات في سوق ميسان انها كتعرفها، والنهار فاش جينا عندكم الفيلا داك النهار تاكدنا. ونتمنى اختي سوسن هاد الخبر ما توصل لحتى شي واحد، وما بغيت حتى شي واحد يعرف هاد الخبار.